طيب سريعا كده هنروح مع ياسر حسين وابراهيم جاد عن موقف مجموعات كأس العالم قبل الجولة الثالثة، من يصعد عن كل مجموعة. ونبدأ بالمجموعة الأولى مباشرة. المجموعة الأولى يا ياسر في مباراتين في منتهى القوة، قطر وهولندا، الإكوادور والسنغال. هجيب لك موقف في المجموعة وقول لي إيه اللي هيحصل في المجموعة ديت. الأول المباريات. مجموعة هولندا في الصدارة 4 نقاط، إكوادور ثاني بنفس الرصيد، السنغال 3 نقاط، وبلا نقاط قطر مودعة للبطولة. طيب نتمنى منتخب عربي قطري مباراة تليق على الأقل الخروج. فلكن المتوقع طبعا فوز هولندا. المنطقي يعني في الكوره كمان، مع ان البطوله دي مش فيها اي حاجه منطقيه بلغه الكوره ابدا. صح. ماتش السنغال والاكوادور، انا مش بس تمنياتي توقعي ان السنغال هتكسب، رغم ان الاكوادور عامله افضل نسخه ممكن يتقال عليها فعلا او تستحق ان احنا نقول عليها ده الحصان الاسود بتاع البطوله. اول مره نشوف النسخه المعدله دي من الاكوادور. صح. فرقه جريئه بتهاجم. صح. اي حد. صح. فانت تتوقع من المجموعه دي هولندا والسنغال؟ هيما هولندا اتوقع هتكسب قطر وهتصعد هي عن المجموعه في الصداره كاول. بس انا هختلف مع ياسر شويه. انا كان في الاول كان عندي شويه تعاطف مع السنغال وكده، بس بعد ما شفت اداء الاكوادور بصراحه لا، هم يستحقوا يصعدوا. هم زي ما ياسر قال هم اللي اثبتوا لحد دلوقتي ان هم الحصان الاسود في البطوله بالاداء مش في النتائج. فاتوقع هولندا والاكوادور. نشوف المجموعه الثانيه، مجموعه فيها اداء، فيها اشياء ناريه جدا جدا. هيما انجلترا 4 نقاط، ايران في المركز الثاني 3 نقاط، الولايات بنقطتين وويلز بنقطه. مواجهه بين انجلترا وويلز، ومواجهه اخرى بين ايران والولايات المتحده الامريكيه. اعتقد انجلترا هتقدر تفوز على ويلز. ماتش هيبقى عنيف جدا، يعني اتوقع مش هيبقى ماتش فيه كره حلوه، هيبقى ماتش عنيف جدا وبدني جدا. بس اعتقد انجلترا هتقدر 7 نقاط صداره. اتمنى مستر كارلوس كيروش يقدر يتاهل المجموعه دي. اتوقع ان ايران تقدر تكسب امريكا بكره وتقدر تاخد بطاقه التاهل، او على الاقل تتعادل. لو تعادلت برضو اتوقع التعادل نفسه يخليها تتاهل. يعني انجلترا طبعا في الصداره مباراه صعبه يا كريم زي ما كان هيما بيقول، لكن ايران مشكلتها الست، يعني رغم الاداء الممتاز قدام ويلز والهدفين استقبلت 6 اهداف، فعندها الاهداف بالسالب. فبعتقد انه التعادل يدخلها في حسبه محتاجه انها تكسب امريكا. صعب لكن مش مستحيل. المنتخب الامريكي بس معدل الاعمار عنده صغير جدا، فهيبقى ماتش فيه جري كبير جدا. كيروش النسخه المعدله من ال يعني اعاد فيها الاوضاع واستعاد الاوضاع تاني، والفوز على ويلز المبهر ده. هنقول لانجلترا، والتمنيات برضو انه كيروش اللي يصعد. ماشي. ده عن المجموعه الثانيه. المجموعه الثالثه وفيها الهدف المنتخب السعودي. هولندا 4 نقاط، الارجنتين 3 نقاط، السعوديه نفس النقاط، المكسيك بنقطه واحده. قول لي السعوديه سريعا كده. تحيه للرجاله طبعا عندهم مواجهه مع المنتخب. لعيبه رجاله جدا، ما حدش بيختلف على ده. لكن الشاهد يا كريم او العرف ان ده كاس العالم، ممكن اروح على الجون كتير جدا وما اخلصش. يعني طبعا ما حالفهمش الحظ ان سلمان الفرج اتصاب. طريقه تلعب بصالح الشهري هو المهاجم الرئيسي او المهاجم اللي قدام. راحوا على الجون كتير. مش شايف عند السعوديه طريقه لتسجيل الجون. المغرب نموذجا ممكن استخدم سيت بيس، ممكن العب كورنر متدرب عليه، ممكن العب فاول. لعبوها كذا مره المغرب لحد ما جابوا منها جونين وفي جون اتلغى. فبالتالي اقصر الطرق للمرمى محتاج هيرفي رونالدو. وانا كل ثقه انه يلعب مباراه كبيره قدام المكسيك، بس المكسيك هتدافع جامد، هتعمل زي ماتش الارجنتين، رغم انها محتاجه الصعود هي كمان. بالظبط، هي محتاجه فوز. بالتالي التمني والتوقع الاثنين انه السعوديه تصعد. طيب هيما، انا كنت اتمنى السعوديه تخلص الموضوع من ماتش بولندا. انا قلقي على السعوديه، قلقي الكامل على السعوديه من البدني بتاعها. السعوديه عملت ماتشين من الناحيه البدنيه قويه جدا جدا جدا، فانا قلقان عليهم من الناحيه البدنيه. بس ان شاء الله التمني والتوقع الارجنتين ومعاها السعوديه من المجموعه دي. بولندا بره؟ اتوقع الارجنتين هتقدر لان مش هينفع ميسي يخرج من دور المجموعات، هتبقى مشكله كبيره. لمين؟ تبقى مشكله كبيره البطوله. لينا البطوله كلها. طيب نشوف المجموعه اللي بعد كده، والمجموعه الرابعه تونس وفرنسا واستراليا والدنمارك. تونس موقف ياسر. منتخبنا العربي التونسي الحقيقه زي ما اشدت بيه معاك يا كريم الحلقه اللي فاتت، جلال القدري الحقيقه كان في اختيارات صعبه جدا في المباراه اللي فاتت. احترم استراليا اكتر من اللازم. كان في تقفيل زياده عن اللزوم. طبعا سوء حظ في الكوره اللي اتلعب بعرض، حصل يعني غيرت اتجاه وحصل ديفليكشن وخدعت ياسين مرياح، وكمان قدر يركبها وخدعت ايمن دحمان. لكن تونس تعمل ايه قدام فرنسا؟ تونس لازم تلعب مباراه ليها هي، لكن تونس طبعا بشكل نسبي في كل حاجه في الكوره موجوده، لكن طبعا فرصها ضعفت جدا جدا جدا. مباراه استراليا كانت مباراه الصعود.
فاهمين انه في المباراه بتاعت الدنمارك ان انت اخترت عصام شبالي وانيس سلمان عشان بيلعبوا في الدوري الدنماركي. فين الناس؟ معلش سريعا كده برضو، يعني مش قصه اهلي وزمالك والله، لكن سيف الجزيري محطه مهمه جدا. علي معلول مفتاح لعب الاهلي اخر 6 سنين وخبره كبيره، دراجر كويس، لكن الناس دي كانت تقدر، انت كنت محتاج مفتاح لعب، فبالتالي قرارات جلال مين يصعد عن المجموعه دي؟ فرنسا طبعا خلاص اول الصاعدين. بعتقد الدنمارك هي اللي هتصعد مع فرنسا. ابراهيم برضه يعني اتمنى تونس تلعب الماتش ده، خلاص ما فيش ضغوط، الموضوع صعب جدا جدا، ما فيش امل كبير عن المنتخب التونسي يقدر يعمل حاجه، فيسيبوا اللقطه الاخيره تبقى لقطه حلوه قدام منتخب فرنسا نفتكر يعني الكل يفتكرهم بيها. انما لو كسبت فرنسا وارد انها تصعد. وارد، بس يعني ايه، مش عايزين برضو يبقى يعني احنا مش عايزين نحط الضغط على تونس ان لازم تكسبوا عشان تصعدوا، لا هو خلاص ممكن يا كريم ممكن طبعا، بس يلعبوا بدون ضغط، ان يلعبوا ماتش ليهم. عظيم يعني نشوف المجموعه اللي بعد كده. والدنمارك اتوقع، بس اتوقع فرنسا والدنمارك. طيب يلا عشان الوقت يداهمنا زي ما بيقولوا. اسبانيا واليابان وكوستاريكا والمانيا. المانيا يا سبحان الله دي مجموعه المفاجآت دي. مفاجآت ايه؟ وهي مفاجآت. المانيا في زي جدول الترتيب. ابراهيم هيحصل في المجموعه دي؟ اتوقع في نهايه المجموعه منتخب المانيا وكوستاريكا واليابان ومع اسبانيا في المباراه. اتوقع نهايه المجموعه الخبرات هتنتصر في الاخر، واسبانيا هيصعد كمتصدر، والمانيا هيقدر يخطف بطاقه العبور الثانيه. اعتقد هيبقى صعب ان كوستاريكا تعمل مفاجاه قدام المانيا، واسبانيا اعتقد هتبقى اتعلمت درس المانيا جدا مع اليابان ومش هيقعوا فيه تاني. هي كانت الفرصه الذهبيه لليابان ان هي تخلص بطاقه العبور من الجوله اللي فاتت، وده ما حصلش. اسبانيا والمانيا. المانيا ادت امل لجماهيرها، طمنتهم شويه في الشوط الثاني من مباراه اسبانيا انه تقدر على الاقل ما تعملش نفس النسخه السيئه والخروج من الدور الاول في 2018. مع هانزي فليك ممكن تصعد على الاقل الدور الثاني، رغم ان ادائها لغايه دلوقتي غير مقنع تماما يعني. عظيم. المجموعه السادسه برضو اللي مستنيينها جدا جدا يا ياسر، كرواتيا والمغرب وبلجيكا وكندا. والمغرب هي الاكثر حظوظ عربيه وافريقيه في هذه البطوله. المغرب ان شاء الله، خاصه مع المباراه العظيمه اللي عملها وليد الركراكي. مباراه مباراه بلجيكا يعني قدام بلجيكا، مباراه الاختيارات الممتازه والتايمنج للتبديل العبقري. الاثنين اللي نزلوا سواء الصبيري او بوخلال، الاثنين نزلوا غيروا الماتش. الكره اللي عملها كمان كريم، الذكاء في الكره انك تلعب كاس عالم اقصر طرق، ده نفسي يعني ده تمبلت او نموذج لمنتخب السعوديه المباراه اللي جايه اللي عمله وليد الركراكي، ان انا بلعب الفاول بيقطع السنتر باك او بيقطع ناس كتير قوي على الجون، تمنع الرؤيه عن كورتوا. حصل الشوط الاولاني واتلغى الهدف، دخل الجون الاولاني منه، وبعدين تم تاكيد الفوز بهدف بوخلال. بتوقع ان شاء الله طبعا المغرب مع كرواتيا. طيب كلامي مش هيختلف كتير. المنتخب المغربي زي ما انت قلت يا كريم والاكثر حظوظا من قبل البطوله من المنتخبات العربيه، منتخب معاه لعيبه محترفه خبرات كبيره جدا، والاهم النسخه دي حاليا ما فيش مشاكل في المنتخب المغربي زي ما كنا بنشوف قبل كده، في تفاهم ما بين اللعيبه والتجانس، واصلين لحاله لمنتخب صلب جدا مع وليد الركراكي، ما استقبلوش ولا هدف في كل الماتشات اللي لعبوها. فتوقع المنتخب المغربي يتاهل، وعندي امل كمان انه يتاهل كمتصدر كمان مش وصافه ان شاء الله. واتوقع معاه منتخب كرواتيا. كريم حاجه سريعه جدا جدا جدا. في 3 منتخبات ما استقبلوش ولا هدف، هولندا والبرازيل ومنتخبنا العربي المغربي. احصائيه تشرف، وتحيه لخط الظهر كله، وبونو ومهند المحمدي الاثنين. الركراكي من اول ما تسلم مهمه المغرب ما دخلش فيه ولا هدف في اي بطوله. قرار تخلي عن كلالوزيتش. طيب انا المجموعه السابعه والثامنه هاخد منكم بس الترشيحات سريعا عشان خلاص فاضل لي نص دقيقه. ابراهيم خش يا ابراهيم. انا المجموعه دي اتوقع البرازيل، وما زال عندي امل ان صربيا هتبقى الحصان الاسود وهتتاهل المجموعه برضه. عظيم. نفس الكلام صربيا مع ستيكوفيتش، يعني بتمنى وبتوقع انها تكون الحصان الاسود برضو مع البرازيل تصعد. انا حاسس ان كاميرون هتعمل ماتش من الماتشات، اتمنى طبعا ماتشات الافارقه الكبيره في تاريخ كاس العالم مع امريكا اللاتينيه، وهتعمل مباراه كبيره قدام البرازيل. المجموعه دي قول يا ابراهيم. ابدا. البرتغال طبعا تاهلت واعتقد هيامنوا الصداره، واتمنى واتوقع ان شاء الله منتخب غانا تكمل المغامره وتتاهل مع منتخب البرتغال ان شاء الله. التمني غانا، بس اعتقد ان اللي هيخطف مع البرتغال البطاقه الثانيه حد من اوروجواي او كوريا للاسف. عظيم جدا.